هيك نحله لبين ما انا غسل وغير ملابسي، فبيكونوا هن انحلوا. رح اعمل بس 2 بكفي. شو عصام، شو هذا الصوت؟ هاي العصور على ايفون يمكن. 2 بكفي. ارجع وحده، بس هدول بيجوا 3 مع بعض. العمر لو كان مليون يعني الصراحة راحة لأنه بحس الميك اب اللي تقيل أبدا ما بيلبق لي. عن جد عم بحكي معكم والله. يعني أنا لما بحط مثلا إنه اي شادو، فاونديشن، كونسيلر مثلا، وبحط إنه بثبت الفاونديشن وهيك، بحس ما بيلبق لي للأمانة يعني. أو يمكن لأنه أنا ما بعرف أتمكياج، فهمتوا كيف؟ يعني أنا لما مثلا بدي أحط اي شادو هيك ومكياج كامل، فبحس حالي إنه لا، يعني لو بغسل وشي بصير أحلى. يمكن ما بتصدقوا. شوفوا، يا أما لأنه أنا ما بيلبق لي الميك اب الثقيل، يا أما لأنه أنا ما بعرف أحط ميك اب، فلما بحط إنه بدل مثلا ما أخلي حالي أحلى، بحس حالي إنه لا، بدونه أحلى. أنا هيك بحس صراحة. فلهيك بتشوفوني دائما بميل للمكياج الخفيف الخفيف. ويمكن ما بتصدقوا، أنا حتى بتمكياج إنه بدون ما أحط شي على بشرتي. شو صار معي أنا؟ صرت أسهل. بسم الله. يعني أنا أحيانا مثلا كون حاطة كريم المرطب بس ينشف وهيك، إنه حتى ما بحط شي، بس بحط أحمر خدود وحمرة ومسكرة أو رموش. أنا عندي المسكرة والرموش وتظبيط الحواجب هن أساس إنه لازم أسويهم، إنه أظبط حواجبي وأحط مثلا مسكرة أو إنه أحط رموش وبس، إنه حمرة وتكون هيك يعني حمرة حلوة. بس هدول أهم شي عندي هون أساسيات. أما الآي شادو وأرسم لكم آيلاينر ما بعرف صراحة. أنا من زمان متعلمة على، ما كنت مثلا إنه يعني ما كنت كتير صغيرة. يعني أنا بتذكر كان عمري 14 سنة يمكن أول مرة بيخلوني أحط أحمر خدود وشوية حمرة يعني. فنحن دائما متعودين إنه الميك اب بيأذي البشرة، فمن نحن وصغار إنه ما لنا معودين حالنا أو معودين بشرتنا إنه نحن نحط ميك اب. عرفتوا كيف؟ فهي هيك يعني. فمثل ما قلت لكم، أنا لما بحط ميك اب تقيل أنا ما بحب حالي. تذكروا لما كان عندي ايفنت تبع عرض الازياء، ولما رحت انه على اساس تيجي الميك اب ارتست لعندي على البيت وما اجت، ورجعت انه حجزت وحده تانية على اساس تيجي وقالت لي رح اتاخر، فاضطريت اروح انا على الصالون وهي تمكيجني. اقسم بالله يمكن ما حدا حس فيني بيوم ما يوميتها انه تجيني البكوه، يعني انه احس حالي حابكي ابكي بنهاري، انه قدر ما حبيت الميك اب. عملت لي اي شادو هيك لهون، انه بالمره قلت لحالي والله لو انا بالبيت عامله هذا ميك اب تبعي الخفيف يمكن يطلع احلى. عن جد وقتها كتير اتضايقت وانقهرت، بس انه يلا خلصنا يعني، مرق اليوم على خير. كلهم يعني غششوني قديش رقم الصبغة، قالوا لي 6/1 و7/0، هيك قالوا لي. لأنه يعني في إنه كل صبغة إنه إلها رقم معين، إنه مثلا على كذا أو فاصلة. يعني أنا بصراحة ما كتير بعرف الصبغات لأنه أنا ما بصبغ شغلي لحالي بالبيت، عرفتوا كيف؟ بس المهم إنه اللونين اللي دمجوا لي إياهم مع بعض هن 6/1 و7/0. حط على وشي مع الوقت. هلا أنا مو من جماعة الميك اب، يعني أنا بحب صراحة إنه أهتم ببشرتي أكتر من ما أتمكياج، فهمتوا كيف؟ حتى أنا من زمان كنت أعمل مثلا خلطات للبشرة بالبيت، مثلا مية الرز
مثلا انقعة او هيك. كنت حتى احيانا اعمل خلطات لحالي بالبيت بس هو ما اشتغل معي. جبت واحد تاني بدلوا لي اياه واعطوني غيره. هن لما اخذته انا على الشركة وقلت لهم انه هو الشاشة وقفت وكذا وهيك، فهن ما حيصلحون. قالوا لي خلاص رح نعطيك غيره انه رجع عنا بعد اسبوع او 10 ايام. فالمهم انه على اساس هن يبعتوا لي ايميل، انت صار شهري من هون، على اساس هن يبعتوا لي ايميل وبعدين انه اروح اجيبه، فهن ما بعتوا لي ايميل. فامبارحة يمكن امبارحة ولا اول امبارحة والله نسيت، رحنا على الشركة وكان اصلا يعني قالوا لنا انه هو اصلا واصل. فدغري والله اخذوا موبايلي القديم. الحمد لله هلا اموره تمام. امبارحة عصمي بالليل سوالي اياه ورجع فعل لي الشريحة خلص. بدي انزل اعمل، حسيت حالي تعبت كأنه كترت كريم. بتعرفوا شغلة والله العظيم ايدي حسستهم ناشفين ناشفين. بدي اليوم احط لهم 4 مرات كريم مرطب. على قد ما بحط معقمات صراحة مو عم بركض ورا سوشي، فكتير صايرة انه كل شوي عم غسل ايدي وكل شوي عم حط معقم على ايدي وعم معقم الارض وعم مسح للسوشي كل شوي. حسيت ايدي نشفوا كتير. قالت لي انه ما فيني ابرد لك اياهم لانه هن طوال، بس قالت لي مثل مكسرين من فوق، يعني اذا كانوا انه طوال اكتر. فانا يعني قلت لها طيب ليش هيك عم يتكسروا انه اظافري وكذا وهيك؟ قام شو بتقلي صاحبة الصالون؟ قالت لي انت المشكلة عندك داخلية حاسس. وقلت له اليوم لعصام قال لي بدك اوصلك حبيتي وهيك اوصلك كمان؟ قلت له ايه جيب لي. فوصل لي كمان على علبة تانية مشان انه ما انقطع منه صالون. فانا على اساس بدي اسوي اظافري وهيك، فهي قالت لي انه بدك تقصيهم. قلت لها لا ما تقصيهم منهم، خليهم مثل هنين على طولهم، بس انه بردي لي اياهم. يعني انا كان بدي اياهم اطول من هيك، عرفتوا اطول شوي هنين اظافري كانوا. فقلت لها انه ما تقصريهم، يعني انه فرحانه عليهم طولانين شوي. المهم فلما شافت اظافري قالت لي انه ما فيني ابرد لك اياهم لانه هن طوال، بس قالت لي مثل مكسرين من فوق، يعني مو مكسور الضفر، لا يعني صايرة الطبقة الخارجية مثل انه ضعيفة كتير. فهمتوا كيف؟ فقالت لي انه اذا بدي ابرد لك اياهم رح يرطق الضفر بسرعة وحيصير يطق من نصه. فبالعكس انه انت اليوم قصيهم احسن لك وخليهم يطولوا، يعني انه المرة الجاية بس بصير ببرد لك اياهم اذا كانوا انه طوال اكتر. فانا يعني قلت لها طيب ليش هيك عم يتكسروا انه اظافري وكذا وهيك؟ قام شو بتقلي صاحبة الصالون؟ قالت لي انت المشكلة عندك داخلية، يعني انه لازم في عندك فيتامينات ناقصة بالجسم. قلت لها بس انا عم باخذ هلا صايرة كولاجين، هو بيفيد الشعر والاظافر والبشرة وهيك. وعلى فكرة حسيت اظافري طولوا بسرعة، يعني بصراحة انه حسيت اظافري، قلت لكم هذيك المرة انه اظافري كأنه حسيتهم طولوا شوي، يعني اسرع من ما هن بيطولوا بالعادة. ايه فهي شو قالت لي؟ قالت لي لازم تاخدي انتي حبوب فيتامين سي. ايه فقلت لها انا مشكلتي ما بحب اخذ حبوب او هيك، يعني انا جبت هذا الكولاجين على فكرة لو ما يعني لو ما هو باودر وبفيني احطه بالقهوة يمكن ما كنت اشتريته. يعني انا اشتريته لانه فيني مثلا انه احطه مع القهوة الصبح ومع مشروبي الساخن، يعني مو شرط انه يكون مثلا مع عصير او هيك. عرفتوا كيف؟ انه انا عم بتقبل اخذه بس لانه هو بودرة وانه فيني احطه مع القهوة الصبح، هيك بضمن انه انا كل يوم بدي اشربه، يعني هيك انا بشرب قهوة الصبح تمام. ايه المهم فقالت لي لا انه انت لازم تاخدي فيتامين سي وجربيه وراح تدعيلي، حتلاقي فرق باظافرك، حتلاقي فرق برموشك، وشوفي كيف راح انه تستفادي عليه. المهم فبعتت لي هي نوعية، هي تبع الصالون يعني، قالت لي في فيتامين سي وهذا كتير منيح وما بيأثر عليكي ابدا، وحتى اذا بدك خدي حبتين باليوم. بس قالت لي انه اذا بدك انت بلشي بحبة باليوم، مشان انه مثلا يعني الافضل جربي حبة باليوم. فبعتت لي اياه على الواتساب
وان شاء الله بدي اجيب منه، بس هو كبسولات يعني، هي مشكلته انه حبوب، وانا ما بحب اخذ حبوب، عرفتوا كيف؟ فقلت لها ما في منه بودرة؟ قالت لي لا ما في. فراح اوصي عليه واجيبه واجربه، واذا لقيت عليه النتيجة حخبركم عنه مشان انتم كمان تجيبوا منه. هلا الكولاجين اللي انا جبته يعني حسيته منيح للامانة، يعني حاسة انه في فرق، حاسة مثلا بشرتي صايرة يعني ما بعرف، يعني صاير بشرتي صافية اكتر، وحسيت اظافري طوله، عرفتوا؟ وحسيت انه شعري خف شوي، مثلا انه صار يهر اقل. يعني انا شعري هو بالعاده ما كتير بيهر، بس انه اخر فتره حسيته خف اكتر يعني، عرفتوا كيف؟ ايه. فانا رح اضلني استمر على الكولاجين تبعي، ومبارح مدري يعني من يومين ثلاثه فتحت العلبه الجديده لانه القديمه خلصت، وقلت له اليوم لعصام قال لي بدك اوصي لك حبيتي وهيك اوصي لك كمان، قلت له ايه جيب لي. فوصل لي كمان على علبه تانية مشان انه ما انقطع منه. وبكره ان شاء الله رح اوصي على هذا الفيتامين سي، وحبلش اخذه تقريبا لمدة اسبوعين. اذا حسيت حالي انه اذا حسيته منيح فراح اخبركم عنه، لانه هي قالت لي انه لازم تاخدي انت فيتامينات. يعني اذا انت مثلا قالت لي هلا نحن انه بناخذ فيتامين د من الشمس، بناخذ مثلا حديد لانه اغلب الاكل اللي بناخذه فيه حديد، بس قالت لي مثل فيتامين سي، مثل الكولاجين، مثل فيتامين اي وبي ومدري شو، قالت لي هدول انه بننساهم كانه مو بالقاموس تبعنا. ايه والله، فهي يعني نصحتني فيه، وبجوز اجيبه يعني، علما انا ما بحب اخذ الكبسولات بتضايق منهم، بس هي قالت لي ما في منه بودرة، حصرا كبسولة، فبجوز اجربه يعني مالي خسرانة. انا بصراحة اخر مرة لما رحت عند الدكتور، وقتها لما سويت فيلر وطلع الفيلر ورحت دوبته مرة تانية وهيك، فسويت وقتها فيلر تحت العين وعطاني إبرة نضارة اسمها كاريزما. بصراحة أنا هي الإبرة بنصحكم فيها لأنه كتير حبيتها ولقيت عليها نتيجة. بس شوفي إذا أنت مثلا من وفيكي مثلا تحطيها كل 7 شهور كل 8 شهور على حسب يعني وأنتي وبشرتك، عرفتوا كيف؟ بس أنا صراحة هاي الإبرة أنا كتير عجبتني، لأنه أنا لما حطيت وشك نحفان، هو أنا لا لي سمنانة ولا لي نحفانة بوقتها، بس مثل ما قلت لكم لما أنتوا بتحطوا هاي إبرة الكاريزما فهي بيورم وشكم أول يومين 3 وبعدين ببلش عادي عادي يعني كل فترة. يعني فيكي تاخديها مثلا ماكس 2 بالسنة، يعني هي ماكس، بس هي صراحة غالية يعني سعرها أبدا مو رخيص، بس أنا لقيت عليها نتيجة. فأنا هاي الشغلة يعني بنصحكم فيها صراحة. أنا بحب هيك يعني، قلت لكم إنه إبر الكولاجين، إبر البلازما، إبر الكاريزما اللي بتعطي نضارة للبشرة. كثير عندي وقت إنه أنا أضلني روح وهيك، فأحيانا بتكاسل، أحيانا بأجل الموضوع، بس للأمانة عجبني يعني الجلسة، حبيتها كمان، لقيت عليها نتيجة أكتر ونظيفة أكتر، عرفتوا؟ فهي هيك يعني، أنا صراحة بحب العناية بالبشرة، يعني بهتم بهيك أشياء. خلي يحطولك بنج على وشك، لأنه هي الإبرة يعني بشكوى هيك عرفتي على الوجه كله، فهي كتير غليظة بتوجع، ولما أنت بتحطيها شو بصير وشك بيورم، بس بعد كم يوم بيرجع وشك عادي يعني مثل ما هو. ومثلا اول ما بتحطيها ما بتشوفي نتيجه، بتشوفي نتيجه لبعدين، يعني مثلا بعد اسبوعين بعد 3 اسابيع بتبلشي انه بتشوفي نتيجه. وفيكي مثلا تحطيها كل 7 شهور كل 8 شهور على حسب يعني وانتي وبشرتك، عرفتوا كيف؟ بس انا صراحه هاي الابره انا كتير عجبتني، لانه انا لما حطيتها بوقتها انه تقولوا لي، في منكم تقولوا لي نور نصحانه صاير لك خدود، ولما راح الورم من وشي تقولوا لي نور كانك نحفانه وشك نحفان. هو انا لا لي سمنانه ولا لي نحفانه بوقتها، بس مثل ما قلت لكم لما انتم بتحطوا هي ابره الكاريزما فهي بيورم وشكم اول يومين 3 وبعدين ببلش عادي عادي يعني بيرجع بيروح الورم وبيرجع وشكم كانه طبيعي. بس انا صراحه انه يعني هاي الابره الكاريزما انا حضرني اخذها مثلا كل فتره، يعني فيكي تاخديها مثلا ماكس 2 بالسنه، يعني هي ماكس، بس هي صراحه غاليه يعني سعرها ابدا مو رخيص، بس انا لقيت عليها نتيجه للامانه. يعني بتحسي مثلا انه هيك وشك صار فيه نضاره اكثر، بتحسي وشك منور اكثر، بتحسي انه هيك بشرتك مرتاحه، فهمتي؟ يعني بتعطي نضاره حلوه. فانا هاي الشغله يعني بنصحكم فيها صراحه. انا بحب هيك يعني، قلت لكم انه ابر الكولاجين، ابر البلازما، ابر الكاريزما اللي بتعطي نضاره للبشره او بتحفز الكولاجين، يعني هي هيك. واخر فتره كمان لما رجعت سويت شفايفي مره تانية، عملت كمان تقشير للبشره جلسه، وقت انه هي
تقشير وترطيب. الجهاز عم يقولون سوشي موشي ستايب فود. ايه، فانا وقتها كمان عملت اخر مرة لما سويت شفايفي، سويت انه شو كان اسم الابرة؟ لا قصدي الجلسة شو كان اسمها؟ يمكن اسمها جلاس سكين. ايه اسمها جلاس سكين، اللي هي جلسة البشرة الزجاجية، يعني بتخلي انه بشرتكم انه تصير زجاجية اكتر. فانا لما سويتها صراحة كمان حبيت النتيجة كتير. بس هو شو قال الدكتور؟ انه هاي اذا انت بدك دائما بشرتك تكون هيك وحلوة، لازم كل شهر او شهرين ماكس تعمليها، يعني دائما تعملوا هاي بشرة التقشير والترطيب والتنظيف وهيك يعني. بس انا صراحة بحس انه ما كثير عندي وقت انه انا اضلني روح وهيك، فاحيانا بتكاسل، احيانا باجل الموضوع. بس للامانة عجبني يعني الجلسة، حبيتها كمان، لقيت عليها نتيجة. بتحسوا هيك بشرتكم صارت نظيفة، بشيلكم كل الأوساخ، وبحط لكم كمان أوبر فيتامين للبشرة، بحيث إنه تصير البشرة إنه زجاجية أكثر ونظيفة أكثر، عرفتوا؟ فهي هيك يعني. أنا صراحة بحب العناية بالبشرة، يعني بهتم بهيك أشياء. فيلم وعم يتفرج بدوني، شو مشانه؟ شو مشان اللي حاطط فيلم وعم يحضره بدوني؟ لا هاي اسمها خيانة. شوف حاطط لكم فيلم قاعد عم يتفرج بدوني، شو مشان؟ لا شوفوا لي هاي شلون قاعدة ومتصنبعة. لا هيك كتير ست موتشي. لا زعجتك، اسفين ازعجناكي. بحس روح قلبي هاي المخدة، لاحظت؟ كثير بتحب هاي المخدة. وانتي سوشي امتى حتصيري شطورة انتي؟ شو بكي؟ ليش هيك ريشك منفوش؟ ليش هيك؟ لك ليش هيك فروك منفوش؟ اليوم خلصت الكريم تبع الحساسية اللي